يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن سؤال من أهم وأعمق الأسئلة اللي ممكن أي إنسان يسألها لنفسه: إزاي تلاقي شغفك في الحياة؟ خطوات عملية لاكتشاف ذاتك وتحديد مسارك الحقيقي. كتير مننا بيصحى كل يوم بيعمل نفس الحاجات، بيروح نفس الشغل، بيقابل نفس الناس، وبيحس إن في حاجة ناقصة. في صوت جواه بيقوله: هل ده كل اللي في الحياة؟ هل أنا فعلا عايش بالطريقة اللي أتمنى أعيشها؟ بنشوف ناس شغوفة بحياتها وبشغلها، وبنتسائل هم لقوا إزاي اللي بيحبوه ده وبقوا بيعيشوا بيه. الحقيقة إن عدم العثور على الشغف مش بيخليك بس تحس بالضياع، الملل، أو حتى انعدام الهدف. لا، ده كمان بيأثر على كل جوانب حياتك، بيقلل من إبداعك، بيخليك أقل إنتاجية، بيأثر على علاقاتك، وممكن يوصل بيك للإحباط والاكتئاب المزمن. بتحس إنك بتجري في سباق مش بتاعك، أو إنك بتمثل دور مش دورك، وبتفقد جزء كبير من طاقتك وحيويتك. لكن الخبر الحلو إن الشغف مش حاجة سحرية بتظهر لوحدها. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية البحث عن الشغف، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية والنفسية اللي بتخليه قوة محركة للإنجاز والسعادة، وهنشاركك خطوات عملية ومفصلة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ رحلتك لاكتشاف ذاتك الحقيقية، وتحدد إيه اللي بيشعل نار الشغف جواك، وإزاي تحول الشغف ده لمسار حقيقي في حياتك يمنحك الرضا والإنجاز. يلا بينا نكتشف الكنز المدفون جواك ونطلق العنان لطاقتك الكامنة. ليه البحث عن الشغف مهم جدا لحياتك؟ المكاسب الحقيقية والتحول الجذري بيمنحك معنى عميق وهدف سامي. الشغف بيخلي حياتك ليها معنى أكبر من مجرد الروتين اليومي، وبيديك دافع قوي جدا تصحى كل يوم عشانه، وده بيملأ حياتك بالرضا، بيزود طاقتك وإنتاجيتك بلا حدود. Infinite Energy and Productivity. لما بتعمل حاجة بتحبها وبتكون شغوف بيها، مش بتحس بالتعب، بل بتحس بطاقة لا نهائية، وبتكون أكتر إنتاجية وإبداع لأنك بتستمتع بكل لحظة. بيحسن صحتك النفسية والجسدية Mental and Physical Well-being. الشغف بيقلل بشكل كبير من التوتر، الإحباط والقلق، وبيزود شعورك بالسعادة، الرضا، وحتى بيحسن من جهازك المناعي وقدرتك على التغلب على التحديات. بيفتح لك أبواب فرص جديدة وغير متوقعة. لما بتكون شغوف بحاجة بتتعمق فيها، بتتقنها، وده بيخليك تلاحظ فرص ممكن ما كنتش هتشوفها قبل كده، لأنك بتكون في قمة تركيزك واستعدادك. بيجعلك شخصية ملهمة ومؤثرة Inspirational and Influential. شغفك بيلمع في عينيك، في كلامك، وفي تصرفاتك، وبيكون معدي للآخرين. ده بيخليك مصدر إلهام لأصحابك، لزملائك، وحتى لعيلتك. بيدفعك للنمو والتطور المستمر Continuous Growth and Development. لما تكون شغوف بشيء بتسعى دايما للتحسين والتعلم والتطور فيه، وده بيخليك في رحلة نمو مستمرة وما بتتوقفش. خطوات عملية ومبادئ نفسية لاكتشاف شغفك في الحياة. الخطوة الأولى: استرجع ذكرياتك وتجاربك السابقة. Reflect on your past and childhood joys. المبدأ النفسي: الشغف غالباً ما يكون ليه جذور عميقة في تجاربنا المبكرة. فكر في طفولتك ومراهقتك. إيه الحاجات اللي كنت بتحب تعملها لساعات طويلة من غير ما تحس بالوقت أو بالملل؟ إيه المواضيع اللي كنت بتقرأ عنها أو بتتكلم فيها بشغف وإثارة؟ إيه المواد الدراسية اللي كنت بتستمتع بيها؟ أو النشاطات اللامنهجية؟ مثال: يمكن كنت بتحب تفك وتركب الألعاب وتكتشف إزاي بتشتغل، أو كنت بتغرق في الرسم، أو بتقضي ساعات في قراءة كتب عن الفضاء والنجوم. الخطوة الثالثة: جرب حاجات جديدة ووسع دايرة اهتماماتك. Experiment and explore broadly. المبدأ النفسي: الشغف نادراً ما يظهر في العزلة، يتطلب التعرض لتجارب ومحفزات جديدة. الشغف مش هيجيلك لوحدك قاعد في مكانك أو بتعمل نفس الروتين، لازم تخرج وتجرب حاجات مختلفة بنشاط. سجل في ورشة عمل جديدة، اتعلم مهارة جديدة تماماً، اقرأ في مواضيع متنوعة خارج تخصصك، تطوع في مكان غير معتاد. كل تجربة جديدة ممكن تكون مفتاح اكتشاف شغف خفي أو مهارة كامنة. نصيحة: ابدأ بحاجات صغيرة ومكلفة قليلاً في البداية عشان ما تخسرش كتير لو ما لقيتش فيها شغفك. الخطوة الثانية: لاحظ لحظات الفلو. Identify your flow states. المبدأ النفسي:
حالة الفلو هي مؤشر قوي على الأنشطة اللي بتتوافق مع قدراتك وشغفك الداخلي. الفلو هي حالة نفسية من التركيز العميق والاندماج والاستمتاع الكامل بالنشاط اللي بتعمله، لدرجة إنك بتنسى الوقت، الجوع أو أي مشتتات. إيه الأنشطة اللي بتدخلك في الحالة الذهنية دي؟ مثال، ممكن تكون بتدخل في الخطوة الرابعة، انتبه لمصدر طاقتك وإلهامك. Observe your energy and inspiration triggers. المبدأ النفسي، الأنشطة اللي بتمنحك طاقة بدلاً من استنزافها هي مؤشر قوي للشغف. إيه الحاجات اللي لما بتعملها بتحس بعدها بطاقة وحماس متجدد مش بتعب وإرهاق؟ إيه المواضيع اللي لما بتتكلم فيها أو تسمع عنها بتتحمس وبتجيلك أفكار متتالية؟ دي إشارات قوية جداً لشغفك. انتبه لهذه الإشارات وسجلها. الخطوة الخامسة، حل مشاكل بتهمك وتلمس وجدانك. Solve problems you deeply care about. المبدأ النفسي، الشغف غالباً ما ينبع من الرغبة في إحداث تأثير إيجابي أو حل تحديات شخصية أو مجتمعية. الشغف غالباً بيكون مرتبط برغبتك في حل مشكلة معينة أو تحسين حاجة في العالم اللي حواليك. إيه المشاكل اللي بتضايقك وبتفكر فيها كتير؟ إيه الحاجات اللي... الخطوة السادسة، ما تخافش من التغيير وكن مستعداً للمخاطرة المحسوبة. Embrace change and calculated risks. المبدأ النفسي، النمو يحدث خارج منطقة الراحة. اكتشاف الشغف قد يتطلب الخروج من الروتين. اكتشاف الشغف الحقيقي ومتابعته ممكن يتطلب منك تغييرات كبيرة في حياتك، زي ترك وظيفة غير مرضية أو دراسة مسار مختلف أو حتى الانتقال لمكان إقامة جديد. ما تخافش من التغيير والتحديات المصاحبة ليه. الشغف يستاهل المجازفة المدروسة. تذكر أن الندم على عدم المحاولة أكبر من الندم على الفشل. الخلاصة، الشغف مش بيظهر، الشغف بيكتشف ويصنع. رحلة اكتشاف الشغف هي رحلة لاكتشاف الذات الحقيقية. لما تلاقي اللي بيشعل نارك الداخلية ويديك معنى لحياتك، حياتك كلها هتتغير للأحسن، وهتحس بالرضا والسعادة والإنجاز بشكل لم تتخيله من قبل. ابدأ اليوم بأول خطوة في رحلة الاستكشاف دي. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أول حاجة هتجربها النهاردة عشان تكتشف شغفك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.